بتاعي كل شويه يطلب جواز، دي عند قطه تضربه ويرجع لي ما بيتجوزش. القط بتاعي بجيب له القطط في البيت برده ما بيتجوزهاش، بيخاف منها ويفضل يستخبى وما بيعرفش يتجوزها. طب نعمل ايه؟ هنحل المشكله دي ازاي؟ غير ان انت تفضلي تجيبي له قطه ورا قطه او توديه عند قطه ثانيه او تجربي في الموضوع ده كتير. مش هينفع تسيبيه من غير جواز. ليه؟ القط بتاعي اللي ما اتجوزش بيروح ويجي ناحيه اللتر بوكس، بيبقى عاوز يعمل حمام وما بيعرفش يعمل حمام، بينقط كتير جدا وما بيعرفش يعمل حمام، بيعمل نقط فيها دم، بياكل دراي، بيحب الدراي جدا جدا ومش عارفه امنعه من الدراي. طب ايه الحل يا دكتور في كل ده؟ الحل هي عمليه التعقيم. يا جماعه ما فيش حاجه اسمها ندي هرمونات، ندي حقن، نمنع العمليه، نستنى كده سنتين 3 4 لحد ما ينسى. ما فيش حاجه اسمها الكلام ده خالص. سنتين 3 4 معناها ان هنكون حصوات في مجرى البول. طيب والحصوات دي بتعمل ايه؟ الحصوات دي بقى مشاكلها كبيره قوي قوي. دي بتمنع ان البول ينزل بشكل طبيعي، فبيعمل ايه؟ بيعمل تراكم جوه المثانه وبعد كده بيرجع تاني وبيأذي الكلى. طب لما بيأذي الكلى ايه اللي بيحصل؟ بيحصل فشل كلوي، بيبقى عمره معدود جدا بالايام. فانت كده لو ما قعدتش عنه قصه ان هو عايز يتجوز وبيحصل تراكم للحصوات جوه المثانه، هتبقى بتأذيه، هتبقى بتعمل له مشكله كبيره جدا جدا وهي بتموته في الاخر.